لو عايزة تستخدمي غسول فيه سنتلة وعايزة تستخدمي لوشن روعة للجسم فيه شيا باتر، خليكي معايا لحد اخر الفيديو. الايجيبشن براندز وجمال الايجيبشن براندز، النهارده هكلمكم على 2 برودكتس من روفا، ولو جربتوهم هتحبوهم جدا جدا. اول حاجه الفيشل واش اللي بيميزوا ان فيه سنتلة ولوشن للجسم، من احلى اللوشنز اللي انتوا هتجربوها في حياتكم. غسول فيه سنتلا وساليسيليك اسيد ونايسيناميد هيساعدك جدا ان انت تنظمي افراز الدهون اللي في بشرتك، وكمان هينضف لك البشره كويس جدا. وطبعا كلين سكين از هيلثي سكين. فالغسول ده يا جماعه تحفه، هيعجبكم جدا ومش بينشف البشره. وكمان لو انت مثلا عامله فيرست كلانز وعايز تعملي دبل كلانزنج، بينضف البشره جدا من الميك اب، من الشوائب، من السان سكرين. حلو جدا وحجمه كويس جدا، والاكتيف انجريدينتس اللي فيه خطيره، especially ان هو فيه سنتلا. انا مبسوطه ان بقى عندنا برودكتس فيها سنتلا، ف جربوه هيعجبكم جدا جدا. انا بجربه بقالي يعني اولموست اسبوعين، يعني لدرجه ان انا كسرت العبوه كمان. بس الغسول ده هيعجبكم جدا جدا، ولو عندك حبوب حمراء هيهديها جدا، وتستخدميه طبعا مرتين في اليوم. فالمهم ان هو غسول يعتمد عليه. البرودكت التاني اللي انا قلت لكم عليه هو لوشن. انا يا جماعه بشرب اللوشنز في الشتاء حرفيا لايدي ولجسمي، وده اللي اللوشن ده is all about. اللوشن برضو روفا، الانجريدينتس بتاعته خطيره. اهم حاجه ان هو فيه شيا باتر بيرطب بشكل لا تتخيلوه، كمان فيه جليسرين وفيه بيز واكس وفيه برو فيتامين بي 5. تدهني بقى، بصي اي حاجه كراكت سكين عندك، اي حته حاسه فيها بجفاف تحطيه. خطير، بيرطب جدا بعمق، ومش بتحتاجي تعملي ري ابليكيشن. غير مثلا لو خدت شاور او تاني يوم كده حسيتي ان انت عايزه اكسترا بوست كده للسكين بتاعك. ريحته خفيفه، ريحته مش مزعجه خالص، بس لوشن خطير خطير. انا I really loved البرودكتس، الاتنين حلوين جدا، سواء الغسول او لوشن الايدين والجسم. فجربوهم يا جماعه، هيعجبوكوا جدا جدا.